بيبدأ الفيلم مع جاك ضابط شرطة متخفي بقاله سنتين، وهو بيتفق مع عصابة بتبيع مخدرات عشان يقبض عليهم متلبسين. وهما بيتكلموا بيدخل عليهم زميله شرطي زيه، بس المشكلة إن الراجل ده اتعرف عليه وعرف إنه ضابط شرطة، فالعملية بتبوظ وبيضربوا بعض بالنار. فجاك جري ورا زعيم العصابة وقدر إنه يقتله، بس زمايله الاتنين ماتوا في العملية. وبعد 8 شهور بيظهر جاك بقى قائد مركز شرطة في منطقة معزولة عن السكان، ومعاه جاسبر وأيريس اللي موجودين في المركز لوحدهم عشان النهاردة راس السنة والكل في أجازة. فبيروح يقابل الدكتورة مارلين اللي الإدارة موكلاها تتابع حالته النفسية وقدرته على أداء وظيفته اللي اتأثرت بسبب فشل العملية وزمايله اللي ماتوا فيها. فبيكون متضايق من الجلسة دي وبيحاول يقول لها إنه تمام وبيشوف شغله كويس، فبتكتب التقرير. وقبل ما تخرج جاك سرق الملف بتاعه عشان يشوف كاتب ايه عنه. ده بيشوب زعيم اكبر عصابة في المدينة، وهو قاعد في الكنيسة بيقعد جنبه الشخص ده وبيثبته بالمسدس عشان يخرج معاه بره. فبيقتله وبيخرج بره، لا شخصين تانيين بيضربوا عليه نار، فدخل جوه تاني وخرج من الباب الخلفي، بس بيتم القبض عليه وبيطلع ان اللي قتله ضابط شرطة، والخبر بينتشر في التلفزيون. ده ماركوس رئيس قسم مكافحة الجرائم والسرقة والفريق بتاعه، وهم رايحين للمكان اللي بيشوب محجوز فيه لان الشرطي اللي اتقتل كان من فريقه. وهنعرف بعدين ايه السبب اللي خلى بيشوب يقتل الشرطي وايه علاقة ماركوس بيه. المهم الشرطة بتنقل بيشوب ومجموعة من المجرمين للمحكمة عشان يتم محاكمتهم. وهم في الطريق الجو قلب والتلج غطى الطريق والعربية مش عارفة تمشي، فبيجي لهم مكالمة من المركز الرئيسي انهم يروحوا مركز 13، وده المركز بتاع جاك. فبيوصلوا هناك وبيدخلوهم جوه. فالشرطي كورك بيقول لجاك تعالى اعرفك على المساجين، دي انا وده سمايلي وده بيك، وطبعا ده بيشوب غني عن التعريف. فايريس بتقول لجاك ان في ضيف عندنا وعاوز يشوفك، فبيروح يشوف مين. طلعت الدكتورة مارلين رجعت تاني عشان العربية عطلت بسبب العاصفة. فبتقول له انت سرقت الملف بتاعك؟ فقال لها لا ده وقع منك. فما بتصدقهوش وبتفضل تتكلم عليه وعن الحالة اللي وصل ليها من ساعة ما فريقه مات من 8 شهور، وعن هروبه من تحمل مسؤولية موتهم، وانه حاسس بالذنب ان زمايله ماتوا وهو لسه عايش، وعشان كده هو موجود في المكان ده لحد دلوقتي. فجاك بيتضايق من كلامها وبيقول لها ان التحقيقات برأته وانه ما بيهربش من حاجة. بعد الساعة 12 وهما بيحتفلوا براس السنة، في عربية بتوصل بره وبيخرج منها 2 ملثمين، فبيدخلوا من الباب الخلفي اللي بيوصل للحجز عشان يخرجوا بيشوب. فالشرطي روزي نزل تحت الحجز فلقاهم قدامه فقتلوه. فالكل بيسمع صوت ضرب النار، فكورك نزل تحت بسرعة وضرب عليهم نار فخرجوا تاني بره. فخرج وراهم فاتصاب، فجاك دخله تاني جوه المركز. فجاسبر بيقول له ان روزي مات، فبيحاولوا يتصلوا باي حد لقى الخطوط مقطوعه ومفيش شبكه والمركز بقى محاصر. فجاسبر بيقول لجاك انهم رجاله بيشوب، ففي طوبه بتتحدف عليهم مكتوب عليها بيشوب. فجاسبر بيقول له ايه رايك نخرج بيشوب ليهم؟ فكورك بيوافق انهم يخرجوه، بس جاك بيعترض وبيقول له لا مش هيخرج من هنا. ففصلوا الكهرباء عنهم، فقفلوا المركز كله عشان محدش يعرف يدخل. فجاك بيقول لجاسبر انه هيخرج بره يتصل بالشرطه، فجاسبر بيحاول يقنعه ما يعملش كده ويسلمهم بيشوب. فجاك بيقول له لا مش هسيبه يخرج من هنا بسهوله. فجاك بيخرج بره المركز، فبيدخل الاتوبيس لقى واحد مستنيه جوه، فبيحاولوا يقتلوا بعض. جاك قدر انه يقتله ودخل الاتوبيس تاني لقاه متعطل، فبيخرج تاني وبيفتشه واخد محفظته ودخل جوه المركز تاني. طلع اللي قتله شرطي مش تبع بيشوب، فبيتصدموا ومش عارفين ايه اللي بيحصل. فجاك بيروح لبيشوب عشان يعرف منه ليه شرطي تبع قسم مكافحة الجرائم والسرقة عاوز يقتله، وانه زميل الشرطي اللي هو قتله في الكنيسة. فبيشوب بيقول له زي ما انت عارف انا زعيم عصابة، بس اللي ما تعرفوش ان احد شركائي هو الشرطي ماركوس رئيس قسم مكافحة الجرائم والسرقة، وكل فريقه كان بيتقاسم معايا كل حاجة نص بالنص، فاختلفنا وحاول يقتلني. فهو عارف لو وصلت المحكمة هيتسجنوا كلهم، ودلوقتي هيقتلنا كلنا عشان بقينا خطر عليه. ففي عربيات تانية وصلت المكان، وفي نفس الوقت كورك بيموت. فمارلين بتقول لجاك هم ليه عاوزين يقتلونا؟ فجاك بيقول لها عشان لو راح المحكمة هيكشف سرهم وهيتسجنوا، فهم دلوقتي هيحاولوا يقتحموا المركز ويقتلونا لاننا عرفنا كل حاجة. فبيقول لهم هنحاول ندافع عن المكان لحد ما الفجر يطلع. ماركوس بره مع فريقه بالكامل عشان يقتلوا كل اللي في الاسم عشان ما يسيبوش اي دليل يدينهم، وده مايك دراعه اليمين. جاك بينزل تحت للمساجين عشان يعرفهم باللي بيحصل، وان مجموعه من الشرطه بيحاولوا يقتحموا المركز عشان يقتلوا بيشوب وكل اللي في المركز. فبيجهزوا بره عشان يقتحموا المركز، وضربوا نار على المركز كتغطيه عشان يعرفوا يدخلوا. فجاك ضرب عليهم نار هو كمان عشان يمنعهم يدخلوا من الباب الامامي.
في نفس الوقت في شرطي بيدخل عند المساجين من الباب الخلفي، فجاك بينزل تحت بسرعه وبيقتله وبيضرب نار على الشرطي التاني. فالمساجين بيقولوا لجاك خرجنا من هنا، مش عاوزين نموت، احنا ممكن نساعدك. فجاك بيقتنع وخرجهم عشان يساعدوه، وخدهم غرفه الادله عشان يستخدموا اي حاجه يدافعوا بيها عن نفسهم. فرجاله ماركوس اقتحموا المكان من الباب الامامي، وجاك بيضرب عليهم نار بس بيكونوا متحصنين كويس. فبتيجي انا وبتغربلهم بالرشاش اللي معاها فبينسحبوا. ففي شرطي تاني كان هيقتل مارلين، فبينقذها سمايلي وبيك قبل ما يقتلها، وبيشوب بيولع في شرطي. فبينسحبوا كلهم من المركز، وماركوس مش مصدق اللي شايفه. فجاسبر بيرفع عليهم المسدس عشان ينزلوا الاسلحه، عشان مش واثق فيهم وانهم هيقتلوهم في اي وقت. فجاك بيحاول يقنعهم ان الخطر بره مش هنا، وانهم لازم يتحدوا مع بعض عشان يقدروا يخرجوا من هنا. ففي عربيه تانيه بتوصل بره، فبيضربوا نار عليها. طلع راكب فيها زميلهم اسمه كابرا. فجاك خرج بره بسرعه عشان ينقذه، فدخله جوه المركز قبل ما يقتلوه. فجاك بيقول له انت ايه اللي جابك النهارده؟ انت مش في اجازه؟ فقال له النهارده راس السنه وجاي احتفل معاكم. فبيك ما بيصدقهوش وبيكون عاوز يقتله. فجاك بيقول له لا، ده صاحبي انا واثق فيه. فبيك قال له انا مش محتاج رايك. فبيشوب بيضربه وبيقول له جاك المسؤول هنا. فبيقول لي جاك تعالى معايا، عاوز اقول لك حاجه. فبيقول له احنا مش هنفضل عايشين للفجر، لازم واحد فينا يركب العربيه اللي صاحبك جاي فيها ويبلغ الشرطه. فانا بتقول لهم انا اللي هروح، بس جاك ما بيكونش ضامن انها تبلغ الشرطه وهتهرب. فبيشوب بيعرض عليهم ان مارلين هي اللي تروح معاها، فبتوافق، بس جاك بيكون قلقان لا تموت. فبيسمعوا صوت انفجار، فبيطلع سمايلي وبيك فجروا الاتوبيس عشان يعرفوا يهربوا، بس القناص بيشوفهم وبيقتل سمايلي. فبيك بيحاول يهرب، اتقتل هو كمان. انا ومارلين استغلوا الموقف وخرجوا يركبوا العربيه. فانا شغلت العربيه واتحركت من المكان، بس بيكون في العربيه شرطي، فبيقتل انا ويقبض على مارلين. فماركوس بيسال مارلين في كام واحد في المركز، فمارلين ما بترضاش تقول له فقتلها. فجاك قاعد مصدوم وحزين بسبب ان مارلين ماتت، وانه السبب في موتها عشان وافق انها تخرج بره. بيشوب لها الباب الخلفي مفتوح وفي حد كان بيكلم رجاله ماركوس، فبيشوف خيال شخص فمشي وراه. لقى كابرا فمسكه وقال له انت كنت بتقول لهم ايه؟ وليه ما دخلوش هنا؟ ايه هي الخطه؟ فكابرا بيقول له انا مش فاهم حاجه، انت بتتكلم عن ايه؟ فبيقول لي جاك انه كان بيتكلم مع حد بره وفتح لهم الباب. فجاك بيهدده وبيقول له ايه هي الخطه؟ فبيقول له مفيش خطه، انا معرفش حاجه ولا فتحت الباب لحد. وهما بيتكلموا وصلت طياره هليكوبتر، فبينزل منها فرقه اقتحام على السطح عشان يقتحموا المكان. فجاسبر بيقول لهم انه لقى طريق يهربوا منه، فبيتحركوا وراه. بس جاك وبيشوب قبل ما يهربوا غرقوا المكان بنزين عشان يولعوا فيه ويأخروهم على ما يهربوا. فاول ما نزلوا تحت ولعوا في المكان وراحوا لجاسبر. فبيشوب بيقول له انت ما قلتلناش ليه عن المكان ده من بدري؟ فقال له ما كنتش فاكره. فبينزلوا تحت وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا للناحيه التانيه. فجاك بيطلع الاول والباقي وراه. فبيشوب بيمسك ايريس عشان يهرب منهم، فبيطلع ان ده كمين من الاول ورجاله ماركوس بيثبتوهم. فجاك مش عارف ازاي عرفوا مكانهم، فالكل بيبص لكابرا. بس المفاجاه ما بيطلعش كابرا، طلع جاسبر هو اللي سلمهم وهو اللي كان بيتواصل معاهم من الاول. فجاك بيقول له انت تسببت في موتنا. فقال له لا انت السبب، انا مش هموت عشان واحد زي ده، انا قلت لك من الاول نسلمه بس انت اللي موافقتش. فبيشوب شتم جاسبر، فبيتضايق من كلامه وفضل يضرب فيه. فبيشوب بيحط قنبله صوت في جيبه، فالقنبله اتفجرت فيه. فجاك وبيشوب مسكوا الاسلحه تاني وقتلوا كام واحد منهم. فايريس وكابرا ركبوا العربيه وجريوا من المكان، وبيشوب وجاك جريوا في ناحيه تانيه. فماركوس جري وراهم، ومايك جري ورا ايريس وكابرا وضرب عليهم نار، العربيه اتقلبت. فايريس خرجت من العربيه قبل ما مايك يجي ويقتلهم. فبتحاول تقتله ومسكها وفضل يخنق فيها، بس هي مسكت السكينه ورشقتها في زوره. اما بقى جاك عمال يدور عليهم في الغابه. فبيشوب بيثبته، فبيقول له انت ايه اللي رجعك؟ ليه ما هربتش؟ فقال له عشان ماركوس لسه عايش وده خطر عليا، لازم يموت، بس المشكله هنا انهم يقدروا يشوفونا واحنا لا. فجاك قال له خلاص انا هبقى الطعم، واول ما يضربوا نار هتعرف مكانهم وتروح تقتلهم. فجاك فضل يجري وضرب النار شغال. فبيشوب بيعرف مكانه وبيروح يقتله، بس ماركوس بيكون واقف وراه وبيضربه بالنار ولسه هيكمل عليه. جاك بيوصل وبيقول له نزل سلاحك. فماركوس بيقول له هتقتل شرطي؟ فقال له مفيش غير شرطي واحد بس، نزل سلاحك. فبيضربوا بعض بالنار، فماركوس بيموت وجاك بيتصاب. فبيشوب استغل ان جاك مش قادر يتحرك وماشي من المكان. فجاك بيقول له مش هتعرف تهرب. فبيقول له ما تقلقش هدبر اموري، وبيمشي من المكان. فبتوصل ايريس ومعاها الشرطه. فالشرطي بيساله عن اي حد تاني موجود هنا. فقال له لا انا والاتنين دول بس، وبيخرجوا من المكان وبيخلص الفيلم. اهم حاجه ما تنساش الاشتراك في القناه وتقول لي رايك في الفيلم. سلام.